ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اتكلمنا من خلاله على اهم النقاط في هذا اللقاء، واطمنا ايضا من خلاله على اصابه اللاعب ناصر ماهر، وان شاء الله يعني ناصر توجه الى المستشفى يتم اجراء الفحوصات. هينضم لي في هذه الاثناء واحد من نجوم المباراه وبعتبره مان اوف ذا ماتش، واحد من النجوم الكبار. كهربا، مبروك الفوز، 3 نقاط مهمه جدا، ومبروك الهدف واداء اكثر من رائع لقى استحسان الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يمكن بشكرك طبعا على الكلام الجميل دوت، ويمكن دي البدايه يعني لينا كلنا، والحمد لله ربنا كرمنا بمكسب النهارده في اول ماتشنا في الدوري، ويعني ان شاء الله دي البدايه واللي جاي خير كله باذن الله. انا عايز اقول لك يا كهربا، يعني تميمه الحظ، اما هيقول لي كهربا هيجيب الجون، ويعني هو ما بيشجعش حد في فرقه النادي الاهلي غير كهربا. لا انا عايز اقول لك على حاجه، لسه دلوقتي بقول له ما سمعتش اسمع، مش عمال تشجعني، قال لي ما انت بعد الجون لما جبت شجعتك. لا حبيبي، ده اخويا وحبيبي وصاحبي يعني، ودايما يعني يمكن قبل الماتش كلمني، يعني قال لي عايز اجي الماتش عشان هو بقى له كذا ماتش كده ما بيجيش، فقلت له خلاص تعالى، فراح جه الماتش ووشه حلو عليا وعلينا كلنا الحمد لله. انا عايز اقول لك، وكهربا قاعد على الدكه ينادي يا مستر موسيماني كهربا، وكهربا موجود في الملعب ينادي على اللعيبه يلعبوا الكهربا، يعني هو بيشجع كهربا. حبيبي، ده حبيبي، وهو اصلا دايما كده على طول يعني بيدعي لي، ودايما بيدعي للفريق كله لان هو اهلاوي جدا واخويا يعني وصاحبي، دي كفايه بالنسبه لي يعني، وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله كده باذن الله. اكلمك بقى على المباراه النهارده، مباراه صعبه جدا بلاعب فريق المقصه. البدايه طبعا مهمه، طبعا متعودنا في النادي الاهلي، انت واحد من ولاد النادي الاهلي اللي اتربى من جدران النادي الاهلي، بنقفل صفحه بنفتح صفحه ثاني يوم. مباراه مهمه النهارده، 3 نقاط مهمه، والبدايات دايما بتفرق. يمكن طبعا يعني الحمد لله زي ما قلت لك في اول، ربنا كرمنا ب3 اهداف وكسبنا 3-1. يمكن تعادلنا، كان متعادلين 1-1، وبعد كده ربنا كرمنا بجونين. يمكن البدايه بتبقى دايما صعبه يعني على الفرق الكبيره، وطبعا فريق المقص طبعا فريق محترم جدا، وادى ماتش كويس جدا، وطبعا انت عارف عندنا في النادي الاهلي يعني خلاص نسينا البطولات دي كلها، بنركز دلوقتي في الدوري، بنركز في اللي جاي دايما، فان شاء الله باذن الله يعني الماتشات اللي جايه تكون احسن واحسن في الاداء باذن الله. شفنا شراسه هجوميه في شوط اللقاء الثاني، مستر بيتسو موسيماني قال لكم ايه بين الشوطين؟ انا عارف ان هو قال كلام كتير ما بين الشوطين. لا يمكن مستر موسيماني طبعا يعني حفزنا بين الشوطين وقال لنا العبوا لعبكم وان شاء الله تكسبوا. يمكن قاعد يحفز كل لعيب لوحده يعني، فان شاء الله يعني باذن الله كده تشوفوا فريق قوي وفريق اخر عن الماتشات اللي فاتت دي كلها باذن الله الفتره الجايه. كهربا، مقبلين على منافسات صعبه جدا، عندنا دوري ابطال افريقيا، وعندنا مواجهه مع المحله، ثم مباراه مع الزمالك، عندنا بطولات كتير، ودايما في النادي الاهلي انت بطوله بكل بطوله بتلعب فيها. كابتن سيد كان ليه جمله شهيره، جمهور الاهلي ما يعرفش عن الكوره غير انها مكسب وفوز. يمكن بحمد ربنا واشكره طبعا ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي يعني، ما برضه احنا ما بنعرفش فعلا الخساره يعني بامانه، وحتى اللعيبه دي ما تعرفش حاجه اسمها خساره. يمكن بين الشوطين كل اللعيبه داخله متنشنه وزعلانه ان احنا متعادلين ولسه في 45 دقيقه، فلا احنا ما نعرفش حاجه اسمها دي شخصيه النادي الاهلي، واي لعيب بيدخل النادي الاهلي بيبقى شخصيته ان هو على المكسب يعني بيكسب بس. يمكن دي اتربيت عليها من صغري يعني، ودايما بنكسب يعني. انا اخيرا عايز اختم معاك، لاني دايما بنقول على شخصيه لعيبه النادي الاهلي واخلاق لعيبه النادي الاهلي، امر ما بين محمد شريف بنتكلم نرفزه ملعب وامر بينتهي. كان ليك دور وكلام مع محمد شريف في هذا الامر، وتم احتواء الامر، انتوا كلاعبين مع بعض، وتم نرفزه ملعب ما بتاخدش اكتر من كده. لا طبيعي يعني عشان بس الموضوع ما يكبرش يعني. يمكن دول زمايلي واخواتي، واحنا معرضين كلنا على فكره الموقف دوت جوه الملعب، لكن الحمد لله يعني ان بعد الجون السوليه توجه لمحمد شريف، محمد شريف راح له، دي اخلاق لعيبه النادي الاهلي، يمكن بيخلص في ساعتها، والموضوع خلص اصلا في ساعتها عشان بس الموضوع ما يكبرش، ومفيش اي حاجه اصلا بينهم، ويمكن المواقف اللي جايه كلها عمرها ما هتتكرر، لان احنا دايما بنتعلم من الحاجات ديت. يمكن هي بس شده ملعب، لان احنا نبقى يعني كنا كسبانين وعايزين ندافع كويس والكلام ده كله، فبتبقى شده بين اللعيبه، فمفيش اي مشاكل اصلا فيها يعني، متعودين على فكره يعني، التمارين نفس الحكايه يعني. هاخد نص المكافاه النهارده؟ ده مع كل المكافاه. والله يا اخويا النجم كان هو بنت العيني، ابويا كان هو ربنا يوفقه ويلعبوا يعني جا كويسه، وثلاثه بونت النادي الاهلي حقه، عمل اداء كويسه وعمل ماتش كويس، وبنت العيني كهربا يستحق يخش منتخب ان شاء الله.
هنعمل انجاز كويسه وهنطلع فورا معاني ان شاء الله. اخويا حبيبي مش هينفعش يقول لا. حلو السويت شيرت ده، جايبه جميل. منين بصراحه؟ جايبه منين؟ محمد اخويا والله تعالى. منين بقى منين؟ إيه؟ جايبه من اي حته يعني، من اي مكان؟ توكيل بقى. حبيبي حبيبي ربنا يحفظكم، الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، حبيبي ربنا يخليك. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الاهلي وصاحب الهدف الثاني في مباراه كبيره، واحد من نجوم اللقاء. مبروك يا كابتن ايمن، 3 نقاط.